السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فطار عبارة عن بطاطس وبيض. البطاطس هتتقطع في الحلة والبيض هيتسلق معاها، وهنحط عليهم مية وملح، وهيتسابوا على النار لغاية ما يغلوا، وبعد كده هنطفي عليهم النار. بعد كده معانا بابا غنوج، عبارة عن بتنجان وطماطم وفلفل. معانا طاسة على النار هنحط فيها البتنجان، بعد كده هنقطع عليه الطماطم والفلفل. بعد كده هتكون معانا البطاطس بتغلي. بعد كده هيبقى معانا البابا غنوج، هنسيبه على نار هادية. بعد ما نسيبه على نار هادية ونلاقيه استوي، هنقوم جايين منزلينه وسايبينه يهدى على النار. بعد ما نسيبه يهدى على النار هنقوم جايبين الكبة بتاعتنا وضربينه في الكبة. بعد كده لما يتضرب في الكبة هنجيب طاسة على النار، هنحط فيها توم، شوية من الزيت، وهنحط فيها توم وهنقلبه مع بعض شوية، وهنقوم جايين حاطين البطاطس بعد ما استوت استوت جامد، والبيض استوى معاها. بعد كده هقوم جايبة البطاطس، البهارات بتاعتنا كمون وملح، لا كزبرة وملح، ولو موجود كمون عندك تمام، لو موجود عندك شطة تمام، البهارات المتوفرة عندك شغلي نفسك بيها. بعد كده لما اجيب البابا غنوج اضربه في الكبة، هطلعه في حلة او طبق او اي حاجة اللي انا بطلع فيها. بعد كده احط عليه كزبرة وملح وشوية من الزيت. بعد كده هيكون البيض اتسلق معانا، هقشره، ممكن احمره وممكن اسيبه بدون تحمير. بعد كده هجيب حبايتين من الطماطم، واحدة من الخيار، هجيب القشرة بتاعتنا واقوم جايبة الخيار ومقطعة بالقشرة بتاعتنا عشان يبقى شكله شيك. بعد كده اقوم جايبة الطماطم ومقطعها بالسكينة عادي. لو انا عايزه اعمل سلطه جبنه للرجيم احط عليها شويه من الجبنه، مش عايزه يبقى السلطه كفايه قوي واجيب عليها شويه من الزيت. لو وصلتوا لحد هنا ادعوا دعوه حلوه بصلاح الحال، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس التنبيه يوصلكم مني كل جديد. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. دعوه حلوه بصلاح الحال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.